السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى فيديو جديد، بس انا عايزاكم قبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة شجعيني باللايك. بالله عليكم يا جماعة، اللايك مش هيعمل حاجة. دوسي على لايك، اكتبي، حطي لايك حلو كده، واكتبي كومنت حلو كده زيك. شجعوني علشان انا القناة عندي بايظة، وطبعا نفسيتي انا كمان بايظة بسبب كده. فشجعوني عشان ان انا اقدر ان انا اصور فيديوهات. انا عايزه اقول لكم، انا التصوير دلوقتي بالنسبه لي بقى صعب جدا. انا يعتبر انا كده يعني واخده الرينج لايت وانا بصور في حضني كده عشان العيال. فانا مش عارفه اصور اصلا، فبحاول على قد ما بقدر. فبالله عليكم ما تخلونيش ان انا احس ان الموضوع تقيل عليا وانا مش قادره ان انا اصور. فلايك وكومنت على فكرة، الحاجات دي بتفرق معانا، يعني والله هترفع لي الفيديو وهتفرق معايا نفسيا. يعني لما انزل الفيديو بص الاقيه جايب لي 15 مشاهدة و17 مشاهدة. ايه يا جماعة ده؟ ايه يا جماعة ده؟ والله العظيم بتعب في تصوير الفيديوهات وفي المونتاج وانا ظروفي غير اي حد يعني. العيال صغيرين وبصحى الصبح بدري وهم نايمين علشان اسجل لكم الصوت على الفيديو. يعني بعمل المونتاج بالليل قبل ما انام، واصحى الصبح بدري اعمل عليه اسجل عليه الصوت. فبالله عليكم يا جماعة شجعوني، لايك لايك، واكتبي لي كومنت، اعملي ايموشن في الكومنت، اكتبي لي لو مش قادرة تكتبي يعني. بس آه النهاردة هنعمل ايه بقى على الفطار؟ هعمل لحمة وهعمل بامية وهعمل رز. بصوا يا جماعة، انا مش بصور الطريقة، انا بس بديكم افكار، مش اكتر من كده. يعني انا مش بصور طريقة اكل، انا بديكم فكرة لطريقة الاكل. حتى لو انا غيرت في الاكلة دي او عملت فيها حاجة مختلفة عن اللي بعملها كل مرة، بقول لكم انا بعمل كذا بس المرة دي عملت كذا عشان كذا. برضو ايه، الافكار بتكمل بعضيها وممكن تنفعك الفكرة في حاجة تعمليها بعد كده. فاهميني انا بعمل ايه؟ فاللي عايز طريقة حاجة بالتفصيل يقولي وانا هعملها له. يعني هصور هعملها تاني واعملها تاني ايه بالتفصيل، اصورها لكم بالتفصيل. بس انا مش اللي هو ايه، المحتوى نفسه مش طبخ. خلينا متفقين على كده، انا مش شيف، انا واحدة بعمل اكل زي زيكم في البيت، انا مش شيف. تمام. أم، بالنسبة للحمة، انا بس حبيت اصور لكم اللقطة ديت علشان ما كنتش بعمل كده في الاول. يعني انا كنت بعمل بحط السمنة وبعد كده الثوم، وبعد كده بحط المية السخنة طبعا، ولما تبدأ تغلي بحط اللحمة. انما من ساعة ما عملت الطريقة دي مبقتش بقى ابطلها. بقيت اشوح الثوم في السمنة، وبعد كده اشوح فيها اللحمة على نار عالية طبعا، يا دوب تغير بس لونها، وبعد كده بنزل بالمية السخنة. لاحظت ان انا لما بعمل كده اللحمة مش بتطلع ريم كتير. يعني لان هي خلاص هي خدت الصدمة، ما بتطلعش بقى الريم اللي هو بتاع اللحمة لما تحطيها في المية هي وهي زي ما هي كده، بتطلع ريم كتير، وبتفضلي بقى كل شوية تنضفي الشوربة. ف لما بقيت بعمل الطريقة دي ما بقتش بتطلع ريم. وحتى لو وطيتي عليها النار مثلا و... وسبتيها شوية، تبصي تلاقي اصلا اللي المفروض ان هو يكون ريم طلع ايه على حروف الحلة كده. فبشيله وخلاص كده، ما ولا بصطاد من الشوربة ريم ولا بعمل اي حاجة. تمام. وبحط التوابل دلوقتي. آه لو حد هيستغرب، يعني ما انتي كده كده هتشيلي الريم، فهتتشال معاها التوابل. كده كده التوابل هتكون نزلت فايدتها في الشوربة، فانا مش عايزة التوابل نفسها في الشوربة، انا عايزة اشيل التوابل في الريم. تمام. هي تكون نزلت يعني الروايح بتاعتها والفايدة بتاعتها وكل حاجة في الشوربة. وهتتشال بعد كده عادي بقى، مش مشكلة. تمام. بس وبقيت انا ما كنتش بحط برضو قوطة في الشوربة، طماطم. بقيت احط القوطة ديت، بقت بتفرق في لون الشوربة، وهتشوفوها دلوقتي بقى هيبقى شكلها ايه يعني بعد ما بتغلي شوية وكده. هنا بقى بدأت اعمل في البامية. والله انا كنت ناوية، يعني انا اليوم ده كنت ناوية ان انا اعمل البامية باللحمة
في طاجن. انا بحب بموت في حاجه اسمها باميه باللحمه في الطاجن. يعني سبحان الله بيديها طعم تاني خالص. بس اتاخرت، اللحمه خدت معايا سوا، فانا اتاخرت اصلا في الفطار. انتوا شايفين يا جماعه اللحمه ما طلعتش ريم خالص خالص. اللحمه خدت معايا سوا فانا اتاخرت. ما لحقتش ان انا احطها في الطاجن بقى. المهم هنا عملت الباميه، كان معايا مكالمه تليفون ما كنتش عارفه اصور فيديو، فخدت لكم لقطه هنا ان انا عملت الصلصه. حطيت الصلصه كده كده صلصه من التلاجة يعني جاهزه، وبعد ما فكت وتبلتها رحت حاطه فيها الباميه مجمده من زي ما هي كده من الفريزر، مش بطلعها تفك وبعد كده احطها، لا زي ما هي مجمده. تبص تلاقي ايه، اتفصصت على طول لان كده كده الصلصه سخنه. بس هنا بقى بعد ما بدأت ان هي تستوي فبحط ايه، قطعة توم كده. انا عندي مفرزاه، ممكن تدق شوية توم كده وتروحي حطهم في المرحلة دي، تاخد بس غلوتين 3 مع بعض وبتدفي بقى. تبصي تلاقي هي فصين التوم دول اللي بيطلعوا ريحة للبامية، وهم دول اللي بيعملوا البامية اصلا. هنا بقى بعمل رز وبعمل لسان عصفور مع بعض، دايما بعملهم مع بعض كده. بس بقى زعلت هنا عشان كمان الشعرية هنا اتحمرت معايا. انا بحبش الشعرية متحمرة، انا بحبها يا دوبك ايه، ها، اكتر من الاصفر شوية يعني. ما بحبهاش ان هي تبقى متحمرة. فالمرة دي اتحمرت مني كده. يلا بقى مش مشكلة. اللسان عصفور بحب اقطع عليه قوطة، ولو ما قطعتش عليه قوطة محمود بيبهدلني. فين القوطة بتاعت اللسان عصفور؟ انا ما بحبوش بشوربة كده، لازم احط على اللسان عصفور قوطة. بس هنا بقى اللحمة بعد ما استوت حطيتها في البامية، وكان هنا كان المغرب بيأذن، وانا كنت لسه اصلا اللحمة لازم يعني تقعد شوية في البامية علشان تشرب من البامية كده والبامية تشرب منها يعني، فاهمين؟ بس لسان عصفور كان استوى والرز كمان كان استوى. كنت بس مستنية البامية. كنت مطلعة بقى 3 حبايات جوافة من الفريزر متخزنة زي ما هي كده، ومحدش يستغرب، هي بتبقى سهلة على فكرة في التصفية. بصفيها هنا، وده المفروض ان هو منخل للدقيق، بس انا بستعمله للجوافة، بصفي بيه الجوافة كده ما بيخليليش اي حاجة تنزل في العصير. بس النهاردة كان العصير جوافة. حطيت طبعا العصير بسرعة، وعملت كوباية كمان لمالك ومازن وطلعتهم بسرعة عشان يعني نفطر لحد ما الأكل يخلص كده. والحمد لله ده كده كان فطارنا النهاردة، لسان عصفور، ولازم نحط على لسان عصفور ليمون و... والرز وبامية ولحمة. والحمد لله، يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.